ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نعمل وصفة حلوة جدا جدا للبشرة. الوصفة بتاعت النهاردة حلوة جدا جدا، هتغنيكي عن اي ميك اب، هتغنيكي عن اي كريمات تفتيح، هتغنيكي بقى عن اي حاجة هتشتريها من بره. الوصفة دي حلوة جدا جدا، هتعمليها من بيتك، مكوناتها كلها من البيت، ومكوناتها سهلة وبسيطة جدا، وكمان بتفتح بطريقة فظيعة. من اول استعمال هتفتح لك بشرتك، او هتفتح لك الاماكن الحساسة، اي مكان انت عايزة تفتحيه الوصفة دي هتفتح لك الأماكن الحساسة، وكمان بشرتك أي مكان عايزة تفتحيه. الوصفة دي حلوة جدا جدا. تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا فيها ايه النهاردة. بس قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لو ما اشتركتيش بقى نوريني كده باشتراكك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. معايا حباية واحدة من البطاطس بقى وسط كده زي ما انت شايفاها، هبشرها بالشكل ده، هبشرها كلها كده بقشرها، بس المهم اغسلها كويس جدا جدا في البدايه، وبعدين ابشرها كده بالشكل ده بالمبشره، او ممكن تقطعها بسكينه على حسب رغبتك بقى. انا هحطها هنا في كسرولة كده الومنيوم، او اي حاجه تحطيها على النار. انا هحط البطاطس اللي انا بشرتها كده بالشكل ده، وهحط عليها ربع كوبايه بس من الحليب. الحليب ده حلو جدا جدا يا بنات لتفتيح البشره، وكمان ازاله اي شوائب في بشرتك، وكمان بيزيل الجلد الميت لو انت عندك جلد ميت في بشرتك، وكمان بيقضي على الحبوب، وكمان بيقلل من المسام اللي موجودة في بشرتك. تعالوا بقى نحطها على النار لمدة دقيقتين بس، مش اكتر من كده، لحد البطاطس ما تستوي ونجيبها تاني. هما دقيقتين بس هيسووا البطاطس، لان البطاطس مبشورة واحنا حاطين لها حليب. حطينا ربع كوباية يا بنات من الحليب. بصوا انا حطيتها كده لمدة دقيقتين على النار بالشكل ده، لحد ما استوت بالشكل ده كده، استوت تماما. لازم نسويها كويس جدا، عشان احنا كده هنصفيها بشاش او هنصفيها بمصفى، اي حاجة انت حابة تصفي بيها. لو انت عندك شاشة يكون افضل يعني، عشان ايه نصفي كل اللي موجود فيها بالشكل ده. وكمان ما تنزلناش حاجات كده، كتل كبيرة كده من البطاطس. هصفيها بالشكل ده، اي بقى قماشة نضيفة او اي شاش كده عندك هتصفي بيه. انا هصفي كل السوائل اللي فيها، هاخد كل السوائل اللي فيها. طبعا البطاطس فيها نشا، وطبعا النشا بيفتح البشرة بطريقة رهيبة. صفيتها بالشكل ده، صفي كل اللي فيها كده، مش هسيب فيها حاجة. وطبعا البشر اللي هيتبقى احنا مش هنرميه، انت ممكن تعملي بيه ماسك تاني برضو لبشرتك، او تعملي بيه مقشر، هتحط عليه برضو معلقة من القهوة، وتعملي مقشر لبشرتك. انا حطيت هنا معلقتين صغيرين من النشا، النشا العادي بتاعنا اللي هو نشا الذرة اللي بنستعمله في المطبخ. حطيت كده معلقتين صغيرين بالشكل ده، واقلبهم كويس جدا جدا. بصوا بقى انا احطهم هنا على النار لمدة دقيقة واحدة، لحد ما يدوني كده قوام تقيل شوية. يعني انا مش عايزاه تقيل قوي، انا عايزاه بالشكل ده قوام كريمي كده، مش عايزة قوامه تقيل خالص، انا عايزاه بالشكل ده. طبعا الوصفة دي حلوة جدا جدا للهالات السوداء، وإزالة أي تجاعيد في بشرتك. وكمان لو انت عندك حب الشباب، الوصفة دي هتقضي على حب الشباب، وكمان بتعمل على انقباض المسام، هتقلل من المسام في بشرتك، وهتخلي بشرتك زي بشرة الأطفال. طبعا في مكونات تانية هستعملها، انا هفضيها بس الأول كده في طبق عشان اعرف استعمل المكونات التانية بالشكل ده كده. اقلبها كويس. دي مية ورد، هستعمل معلقتين من مية الورد. طبعا المية الورد دي حلوة جدا في تفتيح البشرة، وكمان بتقلل المسام في البشرة، وكمان بتزيل اي شوائب موجودة في بشرتك، وكمان مرطبة حلوة جدا جدا للترطيب كمان. وهحط هنا برضو ربع معلقة من الفازلين، ده فازلين طبي كلنا بنستعمله طبعا. هنحط كده علشان برضو ترطب بشرتنا كده. حطيت ربع معلقة، يعني قطعة بسيطة خالص من الفازلين زي ما انتم شايفين كده. ده فازلين طبي اللي بنستعمله، اللي بنجيبه من الصيدلية، اللي هو الفازلين العادي بتاعنا. بس هو بيبقى كذا شكل بصراحة، البرطمان بتاعه بيبقى كذا شكل، مش بيبقى شكل واحد. انا هقلب المكونات لحد ما الفازلين كده ما يندمج النشا والبطاطس.
هحط هنا برضو معلقة واحدة من زيت الزيتون، ولازم يكون زيت نظيف يا بنات، يكون زيت حلو عشان ما يبوظش بشرتنا. كمان الزيت ده حلو جدا جدا لترطيب البشرة، وكمان بيعمل على نفخ الخدود. كمان لو انت عايز تنفخ خدودك، الزيت ده حلو جدا جدا لنفخ الخدود، بيخلي بشرتك رطبة كده ونضرة. يعني ما شاء الله الزيت ده حلو جدا جدا، ممكن تدهنيه على بشرتك بس كده صباحا بدون اي مكونات. الوصفة دي هتستعمليها 3 مرات في الاسبوع. ال3 مرات دولت هتستعملهم كم مرة بقى في اليوم؟ يعني مرتين في اليوم. يعني هستعملهم 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام كل يوم مرتين. هنحطها على ايدينا على بشرتنا او ايدينا برضو. هي ممكن تستعمليها على ايدك او تستعمليها على بشرتك على وشك مثلا، او تستعمليها في المناطق الحساسة. حلو جدا جدا للمناطق الحساسة يا بنات، بتضيع اي سواد. لو انت حتى عندك سواد السنين، الوصفة دي هتقضي على اي سواد وعلى اي اسمرار شمس. هتقضي لك على كل حاجة. ولو انت عندك بثور في بشرتك كمان، اللي هي البثور السوداء اللي بتبقى في المناخير وعند الدقن ديت، هتقضي لك عليها تماما. انا احطها لمدة 10 دقايق وارجع افركها او اغسلها. اللي انت زي ما انت عايزة. لو نشفت هتفركيها كده، ولو فضلت طرية هتغسليها تحت الحنفية بمية عادية. طبعا احنا حاطين في الوصفة دي مرطب وحاطين فيها كل حاجة. هحطها كده لمدة 10 دقايق على ايدي. الوصفة دي حلوة جدا جدا، مش هتحطي ميك اب خالص. يعني انت مش هتستعملي ميك اب خالص. ممكن تحطيها قبل ما تخرجي ب10 دقايق او بنص ساعة كده، هتفتح لك بشرتك تماما. مش هتستعملي اي حاجة وانت نازلة، هتستعملي بس ايه، كريم شمس اللي هو واقي شمس طبعا يحمي بشرتك من الشمس. مش هتحطي اي ميك اب. ما شاء الله بتدي لمعة للبشرة، بتخلي بشرتك كده زي بشرة الأطفال. أنا غسلت إيديا وجيت، شايفين الإيد اللي أنا حطيت عليها في تغيير بصراحة. أنا مش مصدقة الوصفة حلوة جدا جدا، الوصفة دي جبارة. أنا اتصدمت بصراحة من النتيجة. شايفين ما شاء الله مدية إيديا لمعة فظيعة. حاسة إن إيديا كده يعني شبه بشرة الأطفال بصراحة، مش هيبقى فيه اي مسام. طبعا الوصفة دي بتقبض المسام بتاعتك، بتقلل من المسام، بتخليها ضيقة متبقاش باينة. وكمان بتقضي على اي حبوب. لو انت عندك حب شباب مثلا او اي حبوب في بشرتك، مع الوقت ومع الاستعمال هتلاقي الحبوب تختفي تماما. شايفين الايد دي من الايد دي؟ طبعا في فرق جامد طبعا. وكل المكونات مضمونة، مفيش اي مكون مضر خالص لبشرتك. حتى لو انت حابة تستعمليها كل يوم هتستعمليها، مفيش اي مشكلة. بس انا كنت بستعملها 3 مرات في الاسبوع، في اليوم في الاسبوع وفي اليوم بستعملها مرتين، يعني مرة الصبح ومرة بالليل مثلا. لو انت حابة تستعمليها كل يوم مفيش اي مشاكل خالص، لان مفيش اصلا مكون هيضر بشرتك. كل المكونات طبيعية ومكونات حلوة جدا جدا. والله يا بنات الوصفة دي جبارة. انتي جربيها وعلى ضمانتي طبعا، ومش هتندمي اللي انتي جربت الوصفة، لان الوصفة هتجيب معاكي نتيجة من اول استعمال. اول استعمال كده هتلاقي بشرتك فتحت ونورت كده، زي ما تكون بصي بقى، يعني زي ما قلتلك كده بشرة اطفال. وكمان بتدي لبشرتك نضارة. وكمان بتشد التجاعيد، لو انت عندك تجاعيد في بشرتك هتشد التجاعيد. وكمان بتحارب الشيخوخة. يعني ما شاء الله الوصفة فيها كل المواصفات الحلوة. ده بقى كان فيديو النهاردة يا حبايبي. يا ريت بقى لو ما اشتركتيش نوريني كده باشتراكك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو ما حطيتش لايك حطي له لايك كده بقى وادعمي القناة، عشان عايزة الفيديو ده يوصل لاكبر كم من البنات، وعايزة كل البنات تستفاد طبعا. ولو بنات مقبلة على الجواز، الوصفة دي حلوة جدا جدا ليكي. لو انت عايزة تحافظي على بشرتك من التجاعيد، استعملي الوصفة دي اسفة، استعملي الوصفة دي حلوة جدا جدا للتجاعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.